فترة كان عندي سيارة، بعت السيارة لأنه غلي البنزين. طب ما احنا كمان الشعب نشكي، رفعوا علينا الخبز. رفعوا الخبز، رفعوا نعم. أولاد عمه للحمار الغنم مات حوالي 100 راس من الغنم اليوم نتيجة إنه في مطاعيم فاسدة قدمتها وزارة الزراعة. يعني أنت وأمريكا اللي بتجيب لنا العلف هذا كله محطوط عليه مواد حافظة بتضر الدواب وبتضر الحلال. معلومة لك والأخوان المشاهدين، زميلنا الإعلامي المعروف الأستاذ عصام من بيضين كان كتب مقالة عن ازدياد عدد الحمير في الأردن. فعلا أصعب مناطق، حتى بقول الموجب اللي هي منطقة صعبة في الأردن الخطط أحمر. مظبوط. استبعد إنه يصير في عندنا باص سريع. مستغنات. بدي تعلق لي على هالصورة اللي راح تشوفها وشوفوا أخوان المشاهدين معنا. يعني هذا الحمار السريع، شوف قديش الناس الجماهير بتستقبله. شو تعليقك على الصورة هاي أستاذ خالد؟ فساد البلد فاسدة، البلد مش كلها فاسدة، صح؟ لا مش كلها. يعني بلدنا لسه فيها خير. الحمد لله. عرفت كيف؟ هاي اللي لازم احنا نحررها. هذه اللي بدها تنجح. هل الحمير عانت من قضايا الفساد برأيك؟ ها؟ حكى هو، مش أنا. هايو نهج مظبوط يا عمي ولا لا؟ السؤال مرة أخرى، هل الحمير أو أنت شخصيا تعاني من الفساد والفاسدين الموجودين في الأردن؟ يعني الحمار شو رأيه في الارتفاع المديونية في الأردن؟ هالدين عنده بيرتفع. والله هذا الحمار هذا شو ذنبه؟ يقول لك شو ذنبي يعني؟ يعني اللي عصب من السؤال، أنا آسف أعتذر وبشدة عن هيك سؤال، لأنه خلاص يعني بتعرف محظورة بجوز يحبسوه. بدي أسألك، أنت سمعت في شيء اسمه داعش؟ سمعنا. يا أخي مش قادر أفهم هالقصة، تفهمني إياها وفهمني. والله أنا زيك ما بدي أفهم، موجودة مصيبة. أنا ليش جبته؟ لأن كثير سألت ناس مش قادر نفهم. عزيزي الحمار، أسألك سؤال، إذا شفت في خطر من أي طرف يريد أن يسيء للأردن شو بتعمل؟ أشكرك جدا لموقفك النبيل والعظيم في إنك أنت شريك معنا في هذا الوطن.